النسواسة اللي أسسوا الاتحاد، هذا راه من المكونات الأساسية لتأسيس الاتحاد، هي سوس بمناضليها بشهدائها بالذين كافحوا وما كانوا طرف أساسي في تأسيس الاتحاد. أكادير اللي اختارت عن طواعية أنها تكون اتحادية اليوم، اتحاد تيتوجه لها بنخبة متجددة، نخبة متجددة. وهذه النخبة يمكن لي نقول لكم بأن 90% فيها كلها من الأطر الشابة من أبناء أحياء أكادير، من الذين لعبوا في أزقتها، ومنهم اللي قرا في المدارس الابتدائية والثانوية ديال أكادير، واللي دار فيها التعليم الجامعي ديالها وتخرجوا منها المهندسين والأطباء والصيادلة. هذه هي النخبة والمحامين وغيرهم، هذه هي النخبة اللي تنتوجه لكم بها من أبنائكم وبناتكم. هذه النخبة حنا توخينا منها جديد تأسيسا على أن الطبيعة ترفض السكون، وأنه مشى العهد ديال تيدوم فيها الإنسان دائما، وأنه بدون تغيير وبدون تطوير ما تيمكنش يكون الإبداع. ولذلك حتى في قواعدنا داخل الحزب وفي قوانيننا حنا من القواعد الأساسية اللي دايرين أنه لا يمكن أن يستمر الشخص لأكثر من ولايتين في أي مهمة. الكاتب الإقليمي ما يمكنلوش يبقى كاتب إقليمي إلى الأبد، وإلا غادي تكون سوس عقيمة. والكاتب الجهوي ما يمكنلوش يبقى كاتب جهوي إلى الأبد، وكذا اللي غادي يمثلنا غدا في البرلمان أو اللي غادي يمثلنا غدا في البلدية صعيب نقبلوا أنه يبدا مستمر لأكثر من ولايتين. ولذلك راه مشكلنا مع بعض إخواننا هو هادشي، ما بغاوش يفهموا بأن الطبيعة وطبيعة العمل تتطلب التغيير، وأنه اللي دوز ولايتين يشيخ وتولي عاجز عن الأداء، ولا بد من التجديد والبحث عن دماء جديدة. وكانت هي هذه الدماء وهذو ولايتين، ولم يستوعب البعض على أنه إذا ما حضرتيش الخلف خصك تبحث عليه. ولذلك في وجود الخلف كان ضروريا أن نتوجه إلى مدينة أكادير بأطرنا وبقياداتنا الشابة اللي تنتمنوا لها كل التوفيق.